صدقي ما رايد منك عيب هاي التصرفات. بس داحش وياك بس استغفر الله العظيم. عيب هاي التصرفات. داحش وياك ايش بيك اوقفي اللحمه عيب هاي التصرفات. انت ما تستحي بس اتفاهم. ما عندك خوات؟ معجب. انت ايش عندك تركض وراي صار لك ساعه؟ صدق كذب. اعرفك تعرفني تريد من عندي رقم مثلا شنو؟ هاي ايش بيك بس اتعرف عليه صدق كذب. لا حول الله لا حول الله. بس تعال لي جاي بس داحش وياك رقمي. اعرفك تعرفني. عيب هاي التصرفات. على كيف صوتك من العالم. ما عندك خوات؟ لحظه بس داحش وياك ايش بيك؟ اي ما عندك خوات معناها شنو تحكي وياي؟ من العالم بس على كيفك يعني ابداحش وياك. لا اعرفك تعرفني. بس شنو لاحقني صار لك ساعه؟ بابا ناس كتير قررت تكمل طريقها من غير ما تتدخل. بس صوتك داحش وياك. شنو صوتي؟ ما اسكت. دا اتعرف عليك. يلا دولي منها. لا تعلين صوتك. لا حول الله. انا بس رايد رقمك. لا حول الله استغفر الله العظيم. شلون الم عليك العالم مثلا؟ بس صوتك لا تصيحين هاي ايش بيك؟ يعني حاب الم عليك العالم؟ لو تمشي من هنا. ما تستحي صار لك ساعه تمشي وراي. صوتك يعني من العالم يعني ما رايد منك شيء. يعني تريد تاخذ من عندي رقم غصبا علي شنو؟ لحظة شنو صاير؟ ما اعرفه ولا يعرفني. بس دا احكي وياها يعني. اريد رقمي. شنو تريد رقمي؟ مو عيب هاي التصرفات. لا بس لحظة بس. ليش تخليني الم عليك العالم؟ اوكي بس صوتك. بس انا اعرفك تعرفني. ايش رايد من عندي؟ على كيفك بس على كيفك. ايش رايد من عندي؟ ايش رايد من عندي؟ بس دا اتعرف عليها. شنو تتعرف علي؟ يعني بس دا اتعرف عليها. ايش عليك؟ تعرف عليها بشارة. ايش عليك؟ اختك تقبل عليها؟ يعني تقبل؟ ما عندي خوات انا. لا مو طبيعي انت. عيب هاي التصرفات. من امام شرطه وهيك تروحي. لا بس ما عندك خوات؟ ما ردت منك شيء. روح من وجهي خلاص. روح من وجهي. ما اعرفك ولا تعرفني. لحظة يا ولد بس لحظة. روح كافي روح يلا. قرايبك هي بس ارد افتهم يعني. لا قرايبي ولا شيء يعني ما عندك غير انت؟ تعرف عليش ترى مو شنو قصدي شيء. تعرف علي؟ روح. صاحبتك تدري عليك روح. شنو شرط؟ الله ايش عليك؟ صدق كذا بعرفك تعرفني ما عندك خوات. اختك تعال باي عليه تعال فيك وزاد التدخل بقوة وابتدى الكلام الجد. لا تعرف عليه. شو تعرف عليه؟ لحظة باي عليه تعرفته؟ حيوان. ما عندك خوات. مو عيب هاي التصرفات. يا بدأ لا وكان لازم نتدخل بسرعة. مرحبا. احنا اسفين وترناك بس اهدأ. مرحبا. شلونك يا شلون الصحة؟ أنا آلاء حسين، هذا البرنامج اسمه الصدمة. محمد ممثل ونورهان أيضا ممثلة. شفناك نهائيا ما حاولت تحكي وياه، فورا استخدمت ايدك. على شنو احكي؟ يعني شفته هي يعني تقول له وخر مدري شنو هاي ما وخر وكلب وناس مدري شنو بعد ما تحملت. احنا اسفين ضايقناك، احسبها علينا احنا جدا نعتذر. لكن شفنا موقفك وسحبت انت الى منطقة أخرى، كنت ناوي تحكي وياه بحسبة؟ والله ناوي كان اسوي غير شكل بس الحمد لله كنت ناوي تستخدم القوة؟ اي طبعا. بس كنت ناوي تضربه؟ والله ضربه، إذا ظل يتحارش نضربه أكيد نضربه. مشهد التحرش من المشاهد اللي نشوفها بحياتنا بشكل يومي تقريبا. اي نعم يعني دا يتحرش بنية تمشي وهي صيحت عليه يعني مو تقول يعني هي بنخش بنية لو فد شيء. دا يتحارش عليه يعني احنا عراقيين كليتنا يد وحده. على شنو حتى يتحارش بعرض؟ ضايقكم هذا الموقف؟ اكيد يعني هذا كانه واحد مثل اخته يعني يعتبره ما يرضاها. ما ترضى؟ ما ترضى. اصلا موضوع غلط. والبنيه جاي تتعرض يعني التحرش يعني مو فد ظاهره حضاريه هي اكيد. تركت شغلك وطلعت تساعد البنيه؟ اي شفت هاي الحاله يعني دائما تصير هاي الحالات مو اول حاله هاي. مو اول حاله يعني. هواي يصير خاصه يمنا هنا نحن. هواي ناس يعني ما عندهم لا اخلاق لا عندهم هاي. كسرت جناح البنيه. فيعني لازم انه يدافع عنه. بس انت ما تعتقد انه هاي الحاله موجوده؟ همجيه موجوده، هي كثيره موجوده في العراق هاي، بس
لازم يعني نتلافى باكثر الطرق، نحط لها حد. شنو دائما يكون تصرفك من تتعرضين للتحرش؟ والله عدة مرات يعني تصرخين عليه لو تسكتين؟ لا أصرخ عليه. تدافعين عن نفسك؟ ايه دافع. الموضوع هيك ما يتحمل تفاهم عندك؟ يعني هي شلون تعيط؟ ايش عندك وياها؟ يقول لها انت تتعرف عليها وهي تعيط، شفتها بنيه خطيه وفقيره ورجعت لي ورا. عاد ايش ما ادري انت يعني رجعت لي ورا حسيتها انه حسيتها لانها محتاجه مساعده. زين. احكي وياها قلنا بدي اتعرف عليها. يعني هيك علني قدام العوالم والسوق تعرف عليها. استفزني بها بس ما جت تبي عاد خطيه. ما خفت ليكون مسلح او يكونوا يا جماعه ممكن ياذوك؟ خلي يكون شيء يكون. مستعد انت بس المهم البنيه تحمي احمي البنيه وخلي شيء يكون، خلي يكون عواقب وبعدين